من 1000 سنة كان في راجل واقف فوق مئذنة من مآذن القاهرة وماسك في ايده أداة فلكية وبيبص للنجوم، ومش عشان يتمنى، لأ عشان يفهم الكون. اسمه ابن يونس المصري. ابن يونس هو أول واحد في التاريخ حسب حركة الكواكب بدقة مرعبة، وده ما كانش مجرد فلكي، ده كان عالم عبقري سابق عصره بأجيال. اتولد في مصر سنة 950 ميلادية وسط عصر كان بيغلي بالعلم والفكر، وكان مهتم بحاجة واحدة وهي ازاي نفهم السماء اللي فوقنا. وفي الوقت اللي أوروبا كانت غرقانة في الجهل والظلام، ابن يونس كان بيرسم خرائط لحركة الشمس والقمر بدقة مذهلة، واستخدم آلة اسمها الاسترلاب. بس مش زي أي حد، هو طورها وبرع فيها لدرجة إن العلماء بعده معرفوش يطوروها أكتر من كده. سجل آلاف الملاحظات الفلكية وكتبها في كتابه الشهير اللي كان اسمه الزيج الحاكمي، اللي فيه بيانات عن النجوم والكواكب بدقة لدرجة إن وكالة ناسا نفسهم رجعوا لملاحظاته في أبحاثهم. ابن يونس مات لكن السماء لسه بتتكلم عنه، وكل نجم بنشوفه النهارده وراه عالم زيه سأل وحسب ودون علشان احنا نفهم. ولو عايز تعرف اكتر عن علماء مسلمين غيروا مجرى التاريخ، تابعني واستنى الفيديو اللي جاي.